يا صباح الجمال، يا صباح الخير والسرور عليكم يا رفيقات القلب، وأهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة رايقة جدا على قناتنا بهدوء مع منى. بصوا بقى، النهاردة مش جايين نتكلم عن تنظيف البيت ولا عن جدول المذاكرة. النهاردة جايين نتكلم عنك انتي، عن السر اللي بيخلي ست معينة رغم كل الضغوط اللي حواليها تفضل رايقة. عارفين الست اللي لما تشوفيها تقول يا بختها ببرود أعصابها، أو الست اللي مهما حصل حواليها بتعرف تحافظ على ضحكتها وهدوءها. والسر مش في الفلوس ولا في إن ما عندهاش مشاكل، السر في 3 حاجات لو عملتيهم هتحسي إن ملكة زمانك بجد. ركزي معايا في فيديو النهاردة، حضري مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ نفك شفرة الروقان. وأول سر يا بنات وهو أهمهم، اللامبالاة الذكية. يعني ايه؟ مش قصدي انك تهملي بيتك او ولادك، لا خالص، قصدي انك تبطلي تحرقي دمك في حاجات مش بايدك تغيريها. زي مثلا خناقة في المواصلات مش لازم تردي وتستهلكي طاقتك، او كلمة بايخة من حد عديها كأنك ما سمعتهاش، لان طاقتك اغلى من انك تضيعيها في ردود ومجادلات. ولو حتى البيت مش مترتب 100%، مش نهاية العالم يعني. الست الرايقة عارفة ان النظافة والترتيب وسيلة للراحة مش غاية عشان نتوتر بسببها. الروقان بيبدأ من العقل، لو عقلك مشغول باللي قاله فلان واللي قالته علان عمرك ما هتكوني رايقة. اتعلمي تقولي طيب وحصل خير وتمشي يعني. الست الرايقة بتنقي معاركها، مش بتدخل اي خناقة وخلاص، هي بتوفر طاقتها لضحكتها، لتربية ولادها، لنجاحها الشخصي. والسر التاني يا بنات، وده اللي بيخلي الست تشحن طاقتها من جديد، مقدسات الوقت الخاص. يا رفيقات القلب، ما ينفعش تكوني رايقة وانتي 24 ساعة متاحة للكل إلا نفسك. حاولي تخلي ليكي نص ساعة الصبح قبل ما البيت كله يصحى. اشربي فنجان القهوة بتاعك، رشي برفين بتحبيه، أو حتى قعدة صمت، وده اللي بيحدد مود يومك كله. وممكن تبدأي تعملي هواية بسيطة، حتى لو قراءة صفحة في كتاب، أو تسمعي بودكاست، أو تعملي حاجة يدوية. الحاجات دي بتخليكي تحسي ان ليكي كيان بعيد عن دور الام والزوجة. واهم حاجة بقى العناية بالنفس، مش لازم تروحي صالونات غالية يعني. شوية كريم قبل النوم، ماسك طبيعي وانت بتطبخي، الحاجات دي بتبعت رسالة لعقلك الباطن انك مهمة وتستاهلي الدلع. انت عارفة بقى لما بتهتمي بنفسك ان روحك بتهدى. والست اللي مهملة في نفسها بتبقى طول الوقت مضغوطة وعصبية، لكن الست اللي بتعرف تسرق وقت لنفسها بتبقى هادية، لأن خزان حب الذات عندها مليان، فبتقدر تفيد بالحب ده على اللي حواليها. وتالت سر يا بنات، وده السر الحقيقي، التركيز على النعم الصغيرة. الست الرايقة عندها نظرة بتشوف بيها الجمال في أبسط حاجة، مش مستنية تسافر المالديف عشان تتبسط، هي بتتبسط بكوباية شاي بالنعناع في البلكونة وقت الغروب، وبتستمتع كمان بضحكة ولادها وهي بتلعب معاهم، مش بس شايلة هم غسيل هدومهم. عندها يقين قوي ان الرضا هو اللي بيجلب الرزق والروقان. المهم انك تعودي عينك تشوف الحلو، لما تطبخي اكلة حلوة استمتعي بريحتها وطعمها، ما تخليش الموضوع مجرد واجب. ولما تنزلي تشتري خضار استمتعي بالمشي وبالناس. الروقان حالة ذهنية، انك تقرري ان اللحظة دي حلوة مهما كانت بسيطة. الست الرايقة مش بتأجل سعادتها لما يحصل كذا وكذا، هي سعيدة دلوقتي باللي معاها. وفي النهاية يا بنات، الروقان مش رفاهية، ده قرار، انت اللي بتختاري تكوني رايقة او تكوني شايلة الهم. افتكري دايما ان نفسك ليها حق عليكي، وان هدوءك هو اللي بيخلي بيتك جنة. واتمنى يكون فيديو النهاردة لمس قلوبكم
ومستنية أعرف في التعليقات إيه أكتر حاجة بتخليكي رايقة، وإيه السر اللي بتطبقيه في حياتك. وما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان نفضل دايما مع بعض بهدوء مع منى. أشوفكم على ألف خير في الفيديو اللي جاي، وصباحكم ومساءكم كله هدوء وسرور وسلام.